طب وبعدين بقى؟ يعني ارد ولا ما اردش؟ اصالح ولا ما صالحش؟ يعني اسمع كلام قلبي ولا كلام عقلي؟ الاسئله دي بنسالها كتير في علاقاتنا مع الناس اللي حوالينا. يا ترى ارجع العلاقه واخسر كرامتي، ولا ما ارجعش العلاقه وكلمتي ما تنزلش الارض ابدا؟ قبل ما تجاوب على الاسئله ديت لو سمحت اسال نفسك 3 اسئله. اول سؤال معانا هو لو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايش معانا دلوقتي، يا ترى هتساله ترجع العلاقه دي ولا ما ترجعهاش؟ هي العلاقة دي حرام ولا حلال؟ جاوب مع نفسك. تاني سؤال هو الشخص اللي انت متضايق منه دي وقطع علاقة معاه، يا ترى لو اتوفى دلوقتي وسمعت خبر وفاته، يا ترى هتزعل عليه؟ يبقى الحق رجع العلاقة. تالت سؤال بقى وهو اللي بيكون حارقنا قوي، ان احنا بنكون عاملين خير قوي مع الشخص ده، يا ترى الخير ده كنا عاملينه عشان الشخص ولا عشان ربنا؟ فلو كنا عاملينه عشان الشخص، خد بالك راجع نفسك كويس عشان ما يجيش يوم القيامة يتقالك انت عملت عشان يقال ويقال وقد قيل، وما يكونش ليك حاجة عند ربنا. طب وبعدين كرامتي يعني ملهاش اي اعتبار؟ هرجع اقول لك شوف كده قول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. صدق الله العظيم. بمعنى ان العلاقة دي لو حلال وترضي ربنا سبحانه وتعالى، يبقى عمر ما كرامتك هتتهان. ورجعوا العلاقات بقى، كفايانا قطع العلاقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.